النهاردة هنشوف معاكم وصفة العدس. انا كنت عملتها قبل كده في القناة بطريقة مختلفة. دي هعملها بطريقة تانية اهو، سهلة وخفيفة. اول حاجة هحط كوبايتين او كوبايتين ونص عدس في الحلة، 2 لتر ونص مية كده تقريبا، ونشوف قوام بعد كده. وبعدين نحط بصلة كبيرة، وبعدين اروح مقطعة طماطم 3 طماطمات وحطاهم، واحط 4 فصوص توم كبار، واحط جزرتين مقطعين برضو عليها. واللي يحب طبعا يقطع بطاطسايه ويحطها. انا في الفيديو اللي قبل كده كنت حاطه بطاطس. اول ما تغلي معانا اروح شايله الريم بتاعها كده، عشان ده هو اللي بينفخ البطن وبيتعب القولون، فنشيل الريم كويس قوي. وبعد كده نستنى عليها لما تغلي، ونهدي النار شويه ونسيبها بقى تستوي براحتها كده لحد ما توصل معانا للقوام التخين ده اهو. طبعا ما نزودهاش ميه لحد ما نضربها بالهاند بلندر او في الخلاط علشان نشوف القوام بعد كده. وبعدين لما تتضرب خالص نبقى نشوف محتاجه ميه ولا لا، لان الضرب ده بيخلي الخضار كله برضو بينزل ميته كده، خلاص بتبقى قوامها كويس. يعني هي دلوقتي معانا تخينه ازاي، هنشوف بعد ما تتضرب. بصوا قوام خف خالص اهو. سيبها بقى تغلي غلوتين كده، تتخن شويه على النار على الهادي. نحط لها بقى التوابل، ما حطيناش في الاول اي توابل. لما نضربها بالهاند بلندر وتستوي كل الخضار اللي فيها نبتدي نحط التوابل، وتوابلها عبارة عن ملح وفلفل وكمون بس، مفيش غير كده. نحط بقى معاهم مكعب مرق لحمة، ونحط فصين مفتوحين من الحبهان، ونحط معلقة كبيرة سمنة. مفيش حاجة تاني اكتر من كده. نفتح عليها النار تاني علشان نغليها تاني على نار هادية شوية، قوامها يمسك شوية اهي، ابتدت تغلي معانا. نحط الملح بتاعنا ونقدمها بالطريقة دي. تبقى جميلة جدا وخفيفة ومفيدة وفيها كل العناصر الغذائية اهي. قوامها اهو. وممكن كمان نحمص عيش في الفرن بالسمنة ونروح مقطعينه عليها كده، نعملها فتة. وممكن من غير ما يتحمص عشان يبقى خفيف نقطعه ونحطه بالطريقة دي. وكمان اللي بيحب العدس بالشعرية يحمر شوية شعرية كأنه هيعمل شوربة بالظبط. وبعد كده طبعا تحمر بالسمنة، وبعد كده يتحط عليها العدس بالطريقة دي كده، بس نخففه علشان الشعرية لسه هتشربه فتستوي فيه. ونسيبها تاخد غلوة، وبعد كده نطفي عليها ونغطي عليها علشان الشعرية تستوي. ويبقى كده عندنا شوربة عدس بالشعرية كمان، طعمها جميل جدا جدا. يبقى كده عندنا 3 أصناف: شوربة العدس لوحدها، شوربة العدس بالفتة والعيش المحمص، شوربة العدس بالشعرية، وتتقدم بالشكل ده. يا رب تكون وصفاتي عجبتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ووصفة جديدة.